كما كاين البراونيز كاين الليمونيز. اليوم جبت لكم في وصفه جد سهله وسريعه التحضير، خاصه للناس اللي يحبوا الذوق تاع الليمون. نقول لكم انكم رايحين تستمتعوا بهذا الوصفه بأتم معنى الكلمه. ديروا حفظ لا فيديو، ما تنساوش انكم تعملوا لي جيم وكومنتير، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. خلوا لي رايكم في الكومنتير، قولوا لي اسكو انتم من عشاق البراونيز ولا الليمونيز، واذا جربتوه ولا لا وعجبكم ولا لا. نقول لكم نبدا في الوصفه في طريقه التحضير. اول حاجه نحتاج 200 غرام تاع السكر، نزيد عليه زيت حبه قارص، نخلطهم مليح مع بعضهم، ومن بعد نزيد عليه 140 غرام تاع الزبده اللي تكون ذايبه وبارده، ونخلط كامل المكونات مع بعضهم، ومن بعد نزيد عليهم 3 حبات تاع البيض اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه. نكمل نخلط كامل المكونات، من بعد نزيد لهم عصير تاع 2 حبات تاع القارص، والقارص راح يساعد انه يذوب السكر. ومن بعد نزيد عليهم شويه تاع لافاني ليكيد، يعني مالغري انه ما تحتاجش لافاني لانه فيها ازاز تاع السيترون، وفيها السيترون راح يمدلها بنه ولا اروع، مي يعني اختياريه تقدروا تستغناو عليها. نزيد عليهم 150 غرام تاع الفرينه، نخلطهم مليح مع بعضهم كما تشوفوا حتى ينسجموا لي مليح ونتحصل على هذا القوام. نصب الخليط تاعي في مول يكون شويه صغير هكا باه تجيكم شويه خشينه، لانه ما فيهاش الخميره هكا، يعني باه تجيكم شويه طالعه. المول اكيد يعني نكون نحطوا له بابي كويسون لانه رايحه تلصق لكم. ندخلها الطيب على 180 درجه، كنت شعلت عليه من تحت حتى طابت لي، ومن بعد نشعل عليه من فوق تديري تحميره خفيفه ونخرجها. هنا من بعد ما خرجتها كنت قطعت لها الحواف تاعها وخليتها بردت لي، ومن بعد هنا من جهه اخرى قاعده نحضر في الكلاصاج اللي نحتاج فيه 120 غرام تاع سكر كلاص مع شويه تاع الحليب. نخلط كامل المكونات مع بعضهم، ومن بعد نتحصل على هذا الكلاصاج اللي نحطوه على الوجه كما تشوفوا، ومن بعد نحط لها شويه تاع زيت تاع سيترون الوجه هكا باه يعطي لها شكل مليح. من بعد نقطعها الى مربعات وهكا تكون واجده كما تشوفوا. الطريقه تاعها سهله وتجي قراف بنينه. شوفوا لي كيف القوام يكون ولا اروع، يجي طري ومنكه بالكو تاع السيترون. ان شاء الله انكم تجربوا، تخلوا لي رايكم في لي كومونتير، وهكا ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات جايه ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لي جيم وكومنتير وتبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم. باي باي، تهلاو في رواحكم.